لو لسه فاكر إن الزرع مجرد شكل، استنى كده وشوف اللي جاي. خلينا نبدأ بالنبات الطافي. ده مش رفاهية خالص، ده عنصر أمان للحوض، بيهدي الإضاءة، يريح السمك، وبيسحب الزيادات من المية، خصوصا في أي حوض جديد. النبات الطافي بيفرق جامد. خلي بالك ما تحطش تحتيه نباتات لأن هو ممكن يموتها. ابدأ بالاتش ام، سريع وعملي وبينقي المية. اختيار ذكي لأي بداية صح. لاندرينيا رونديفوليا، ورق مدور وشكل ناعم، بيكسر الشكل التقليدي ويدي روح للحوض. الكولوبوديوم زي اللاندرينيا بالظبط، بدون التموجات اللي فيها، بس بحجم ورق أكبر شوية وبيعمل كثافة محترمة. كريبتوكرين ونديتي براوني، لون بني يكسر الأخضر ويديك شكل طبيعي وقوي. ده زرع يعتمد عليه، تحطه وتنساه، بس سيبه يستقر وما تستعجلش عليه. الفلسناريا اسبارتا، خلفية طويلة وهادية وبتدي عمق ومساحة للحوض من غير زحمة. سيجيتاريا، سواء أرضية أو في نص الحوض حسب القص، نبات عملي ومرن جدا. الجافا فيرن كلاسيكي، بيتربط على الخشب أو الصخور، مش محتاج يتدفن في الأرضية وبيعيش في أي ظروف. ميني دوارف أمازون سورد، نقطة تركيز شيك من غير ما تكبر وتكتم الحوض كله. هيجروفيليا كومباكت ميني، صغيرة متماسكة وشكلها دايما مرتب، مثالية للي بيحب الشكل النظيف. الزرع مش عدد، الزرع اختيار، ولو اخترت صح الحوض هيشيل نفسه لوحده.